يلا نتكلم فرنساوي. on va parler en français. عشان نبدأ نتكلم فرنسي لازم نعرف حاجات مهمة جدا عن اللغة الفرنسية. من الحاجات المهمة جدا في اللغة الفرنسية عشان أعرف أنطقها كويس إزاي، في حاجة اسمها les accents. les accents بالفرنسي اللي هي العلامات اللي بنحطها فوق الحروف دي. ايه العلامات دي؟ يعني ايه الهدف من العلامات دي، وبتأثر في النطق ولا لا، وبنخلينا بننطق الحرف ازاي؟ نشوف مع بعض. في بالفرنسي حاجة اسمها accent aigu. ممكن نسمعها accent aigu او accent aigu. يعني accent aigu او accent aigu it's okay. l'accent aigu بتبقى عاملة كده. accent aigu بتبقى كده. مثلا حرف مثلا زي حرف الأو اللي هو ده حرف الأو، لو جه عليه الاكسون دي اسمها اكسون تيجو. تاني حرف زي ده كده زي حرف الأو بنعمل عليه اكسون كده، دي اسمها اكسون تيجو، بتبقى في الاتجاه ده بتخلي حرف الأو اللي هو زي الاي بالانجلش كده، يعني بنخليه ننطقه اي بدل ما هو او بيبقى اي، زي صوت الاي بتاع الانجليش كده اي اي. دي اسمها اكسون تيجو، بيخلينا ننطق الحرف كأنه اي. في حاجة تانية اسمها الاكسون جراف. اكسون جراف حرف مثلا زي حرف الاو برضو، حرف الاو لو جه عليه الاكسون جراف بنكتبها كده، دي اسمها اكسون جراف. ناخد بالنا الاتجاهات، دي عامله كده ودي عامله كده، دي اسمها الاكسون جراف. دي بتخلينا نطول الحرف شويه في النطق، بياخد زي مد كده. دي كده لكن دي كده في حاجه اسمها الاكسون سيكونفلكس. الاكسون سيكونفلكس مثلا ناخد حرف مثلا زي حرف الاو، الاكسون سيكونفلكس بتبقى عامله كده، اكسون سيكونفلكس بتبقى عامله كده، دي اكسون سيكونفلكس. دي مش بتأثر في النطق ابدا، مش بتأثر في النطق خالص، لكن المفروض انها بتتكتب بالفرنسي. يعني الكلمه لا الاكسون سيكونفلكس برضو بتتكتب، ولكن مش بتأثر في النطق اطلاقا، بس بتتكتب كده في الكلمه. دي ليها اسباب تاريخيه في اللغه، يعني مش وقتها نتكلم فيها دلوقتي قوي، بس في كلمات بتبقى في الاكسون سيكونفلكس بنكتبها كده.